السلام عليكم. هتساعدني بعد الفيديو ده اخلع ساعة من الساعتين دول، لان محتار اختار مين فيهم. دول الساعتين اللي هراجعهم في الفيديو ده، وهما بالنسبة لي افضل ساعتين كوبي، سواء للابل الترا 2 او سواء للسيريس 10 الجديدة. بصوا يا جماعة، ساعتين كوبي بيست ابل. كوبي بيست ابل يعني نفس الاصلية بالملي، طبعا مع اختلاف الامكانيات، ولكن كشكل وكأداء وحتى كامكانيات هي اعلى ساعه كوبي موجوده في السوق. لان الساعه دي من براند، او الساعات دي من براند كتير منكم عارفينه واتكلمنا عنه كتير وبعنا منها مئات القطع. الساعه دي تليزيل. عارفين شركه تليزيل؟ فاكرين اصلا شركه تليزيل كانت بتعمل منتجات محترمه جدا، والساعه الوحيده في السوق هي وهاي نوتوكو اللي بتنزل ساعات كوبي باستراب معدن. الاستراب اللي سعره النهارده بيوصل 300 و400 جنيه. معانا الاس 11 برو ماكس اللي هي شبيه للسيريس 10، تمام، ومعانا الاس 11 الترا 3 اللي هي شبيهه للالترا. لا تقول لي اتش كي بقى ولا اس واي ولا الكلام ده. دول بالنسبه لي الافضل في فئه الكوبي بالنسبه للسيريس 10 او الالترا. تعالوا الاول نعمل الانبوكسنج للساعتين، وخلي بالك اي امكانيه هتنطبق على دي هي هتنطبق على دي. اللي موجود هنا في الامكانيات موجود هنا مع اختلاف الشكل، عشان كده جمعتهم لك في فيديو واحد. يلا بينا عشان ما اطولش عليكم ونبدا الفيديو. وما تنسوش لو عجبك المحتوى تشترك في القناه وتعمل لايك، مهم جدا تعمل لايك للفيديو ده. غايبين بقى لنا فتره، انا بعتذر على الغياب، الواحد والله كان في حاله يرثى لها. يلا بينا عشان ما اطولش عليكم. بصوا الساعتين نفس الكرتونه، تليزيل، تمام. دي اس 11 برو ماكس اللي هي شبه السيريس 10، ودي اس 11 الترا 3. لو ركزنا هنا كده هنلاقي الامكانيات هنا نفس الامكانيات هنا بالظبط، مفيش اي اختلافات، ولكن الاختلاف في شكل الساعه فقط. دي زي ما قلت لك شبه السيريس 10، ودي شبه الالترا. خلينا مع بعض كده نبدا بسم الله ونفتح الاس 11 برو ماكس. اول ما بنفتح بنلاقي تغليف 10 على 10، بسم الله ما شاء الله. بصراحه كرتونه فخمه قوي لو هجيبها هديه لحد. طبعا مفيش يوزر مانوال، هي القطعه دي مكتوب فيها كل حاجه، الورقه دي مكتوب فيها كل حاجه، تمام. وده بقى شكل الساعه، ده شكل الساعه. الشاحن طبعا الوايرلس الماجنتيك، الثلاث استرابات اللي محدش هيطلع براهم. اول استراب هو الاستراب الرابر الستاندر الطبيعي، خامه محترمه جدا. طبعا اللوك اللي في الاستراب معدن زي اللوك اللي في الساعه، طبعا معدن مقاس 42، حتى مختومه اهوت زي ما انتم شايفين. كواليتي واضحه، كواليتي واضحه جدا في الكاميرا. خامته محترمه قوي. السكوتش او القماش زي ما بنقول برده خامته حاجه كده كويسه جدا جدا، خامته حلوه بصراحه. والمعدن بقى، المعدن الجميل اللي هو ده، طبعا ده بيركب في الساعه. بنخلي اللوك المعدن ده تحت كده وبنبدا نركبه في الساعه. طبعا الساعه قبل ما اركب لك الاستراب شبه السيريس 10 بنفس الابعاد بنفس المقاسات بنفس كل حاجه، مختومه من ورا التليزيل ميد ان تشاينا، مكتوب عليها كل التفاصيل بتاعتها. اللوك معدن، القالب حته واحده او البادي بتاعها حته واحده مش قطعتين زي الساعات اللي بتبقى رديئه او خامات مش كويسه. عندك هنا السبيكر، وعندك هنا الحساسات، وعندك هنا زرار اللي بيخش لك على الاوضاع الرياضيه، والمايك والسكرول طبعا، وعندك الشاشه اللي هنتكلم عنها دلوقتي. بصراحه كواليتي حلو قوي، مفيش بروز كتير في الشاشه، فيها انحناء كده بسيط قوي كده زي الاصليه بالظبط. شايف الاولوز اون ديسبلاي، شايف الجمدان. طبعا الاستراب زي ما قلت لك بنخلي الحته المعدن دي تحت ونركبه كده. لو ما دخلش من هنا نبدا ندخله من الناحيه الثانيه بس كده بالشكل ده، ونجيب الحته الثانيه دي، تمام. خلينا بس عشان ايه ما نعملش اي مشكله، نسحب دي كده وبنفس الشكل ندخلها من الناحيه دي كده بس كده. تلبسها في ايدك بقى يا معلم. فك ده كده، بسم الله. ايوه ايوه، ماجنتيك بقى، هو بيمسك من هنا ماجنتيك. الستراب ده انا بحبه جدا عشان سهل. شايف الشكل، شايف السنسور بتاعها بيحس بوش ازاي مع ان المسافه بعيده، يعني انا بتكلم وانا بعيد لكن السنسور شغال بشكل طبيعي وشكل حلو قوي قوي قوي. ده بالنسبه للسيريس 10. طيب لو اتكلمنا عن الالترا فنفس الفكره، هنفتح هنلاقي برضو دي القطعه بتاعت اليوزر مانوال، خليها على جنب. وعندنا برضو الستاندر ستراب رابر اللي بيجي مع الالترا بقى، الشكل اللي بيجي مع الالترا برضو لونه اورنج، خامته كويسه. والسكوتش نفس السكوتش او نفس الاستراب اللي بيجي مع الثانيه. والمعدن، بس المعدن المره دي بقى جاي اللي هو ايه، المعدن اللي الناس كلها بتحبه، اللي هو مش قطعتين، قطعه واحده. بص كده زي الكاسيو، بص كده قطعه واحده اللي هي دي بتركب في دي، مش تفك بقى وتدخل، لا، حتى لو اتخلع في ايدك الساعه مش هتعمل ايدك لانه هو استراب قطعه واحده. برضو دي حاجه كويسه جدا. الساعه بقى نفس مقاس الالترا بنفس الشكل اللي انت شايفه ده،
شكل طبعا حلو جدا. الحته اللي هنا دي تمام زي الالترا بالظبط. المايك، السبيكر، عندك الناحيه الثانيه السكرول اللي شغال معاك، وعندك كمان الزرار اللي تحت ده، وعندك اللوكات المعدن، الاربع مسامير، الحساسات، اولوز اون ديسبلاي ارقام وعقارب، وعندك برضو الاستراب بيتركب معانا بنفس الشكل اللي انا قلت لك عليه، اللي هو بنخلي ده لتحت كده ونزقه من الجنب كده بهدوء وببساطه وبالراحه. لو ما دخلش معاك من الناحيه دي مثلا تجرب من الناحيه الثانيه عشان ما تعملش مشكله. هو بيدخل من القص ما دخلش معايا من الناحيه دي، طيب انا هعمل ايه؟ هاجي مجرب من الناحيه دي، هيجي تلاقيه داخل معايا. ده الشكل بتاعها، ده شكلها في الايد طبعا. نفتح كده بسم الله. استراب المعدن اللي بتتميز بيه اصلا شركه تيزيل، شكلها حلو جدا برضو في الايد. عشان ما اوجعش دماغك بكلام كتير واقول لك الخلاصه، خلينا نتكلم كده عن الحاجات الاساسيه زي مقاومه الميه والخامات بتاعه الساعه، زي جوده الشاشه، زي اللغه العربي والاشعارات، الحاجات المهمه، الحاجات اللي كلنا بنحتاجها، ونسيب الحاجات الثانويه او الحاجات اللي مش محتاجينها قوي اللي زي كل الساعات في الاخر. نبدا باهم حاجه او حاجه من اهم الحاجات، مقاومه الميه والخامات بتاعه الساعه. بالنسبه للخامات فالساعات الله اكبر عليها، الساعات كلها من المعدن، حتى الزراير من المعدن، ما فيهاش قطع بلاستيك خالص، خامات محترمه جدا كلها، يعني ولا لون هيبهت بقى ولا الكلام ده، بصراحه خامه محترمه قوي قوي. بالنسبه بقى لمقاومه الميه، مقاومه الميه يا معلم، ما اتكلمناش عن مقاومه الميه اللي هي من اهم الحاجات دلوقتي في كل الساعات. بص انا عملت لها كذا اختبار للميه الساعتين دول، انا عملت لهم كذا اختبار للميه امبارح واول امبارح، حطيتهم كذا مره في الميه، غسلت بهم ايدي تحت الحنفيه. خليني بقى اشرح لك موضوع الميه ده باختصار. بص يا معلم، الساعه طول ما هي في الميه كده عادي، نص متر ربع متر عادي مفيش مشكله خالص، اهم حاجه ما يكونش فيه ضغط. تمام، هي مش ضد ضغط الميه. لو ساعه ب 100,000 جنيه خد بالك من النقطه دي، ودخلت تستحمى بيها وجي عليها صابون، انسى الساعه دي، الصابون ده ماده كاويه. فانا بفضل تتجنب انك تلبس اي ساعه وانت بتستحمى. في وضع الاستحمام صابون، كريم من شعرك، شاور، بادي ميست، برفان، مواد كيماويه، دي كلها بتاثر على الساعه، بتاكل في الساعه، بتاكل في الجوان بتاع الساعه، فبيتسرب لها ميه. لكن لو على قد غسيل ايد او جيم او مطر او حتى سباحه على وش الميه، مش غوص خلي بالك، ولكن برضه انا بتفضل انك تتجنب الموضوع ده عشان يعني تحافظ على الساعه. الحاجات دي عاديه خالص، ولكن هي ضد الميه معانا. انا جربت مره واثنين وثلاثه وبقالي 3 ايام بجرب في الساعه في الميه، لكن هي بقى معايا بقى لها اكتر من 10 ايام عادي خالص، مفيش اي مشكله. خامات بصراحه الله اكبر عليها. وملحوظه على السريع، عندك العلامه دي بعد موضوع الميه ده، في حاجه هنا اسمها تصريف الميه، تخش عليها كده تدوس التصريف، تبدا تعمل معاك كده، هيقول لك اعمل الساعه كده عشان تطلع الميه اللي في السبيكر ده، بس بيطلع لك الميه اللي في السبيكر، يعني لازم ترج الساعه بالشكل ده كده. تمام، بعد ما غرقنا الدنيا ميه، خليني اكلمك عن حاجه مهمه جدا في الساعتين، وهي تاني حاجه هنتكلم عنها، وهي الشاشه. طبعا انت عندك شاشه اموليد ريل اموليد حقيقيه، مش اموليد اي كلام. السطوع اللي انت شايفه ده، خليني انزل لك من فوق، لا نخش من هنا كده ونطلع كده، ندوس على السطوع، نقلل السطوع شويه عشان تقدر تشوف كواليتي الشاشه. السطوع ضارب في الكاميرا طبعا، بص كده، بص شكل اللون الاسود، بص اللغه العربي، بص كده، بص جوده الشاشه، بص الوان تغير في كل الخلفيات، الخلفيه دي، في الخلفيه دي طبعا، دي اللي هي فيها الايقونات بتتحرك كده، لو انت عملت كده بتتحرك معاك. وتعرف لو انت بره كده وشايف علامه الاعدادات في الخلفيه في الحاجات دي، بص عليها، تدوس على علامه الاعداد، تخش الاعدادات عادي خالص، ده برضو بيدل على الكواليتي والسوفت وير المستقر. عندك بقى كذا خلفيه، يعني تقدر تغير من خلفيات كتير جدا في الساعه، خلفيات كتير جدا، وتقدر تنزل على البرنامج كل خلفيات السيريس 10 موجوده على فكره، وتقدر تنزل من على البرنامج الخلفيات اللي انت عايزها بالالوان كلها. طبعا نفس الكلام الالترا، بنفس الكلام، نفس الجوده، نفس كل حاجه، نفس الجوده، نفس كل حاجه، نفس تغيير الالوان، يعني مفيش اختلافات كبيره. عندك بقى ايه؟ اولوز اون ديسبلاي، تقدر تظبطه هنا ارقام وعقارب في الساعتين برضو، زي ما انت شايف انا ظابط دي ارقام وظابط دي عقارب، عايزه طول المده بقى طول اليوم، عايزه مثلا نص ساعه ويفصل، عايزه ساعه ويفصل، مفيش مشكله خالص. وكذا شكل على فكره، في اشكال غير دي، كتير اشكال غير دي. وسرعه التاتش طبعا في الساعتين الله اكبر، يعني تاتش كويس جدا، مفيش مشكله خالص في التاتش، يعني حاجه بصراحه يعني ايه، سلس بطريقه حلوه يعني. نيجي بقى للغه العربي والاشعارات، طبعا ده اشعار جاي من الواتساب زي ما انت شايف كده، بص كده، يعني بدون تعليق. تمام، وممكن نكبر الخط عن كده كمان، يعني الساعه فيها اوبشن انك تكبر الخط، بص تقرا عادي خالص، السلام عليكم، ممكن تقول لنا اسم المنتج او صوره المنتج اللي حضرتك بتستفسر عنه،
ولو الكلام اكتر من كده هتنزل لتحت يجيب لك الكلام اللي بعد كده. يعني بيعرض كميه كلام محترمه جدا، مش زي الساعات الثانيه 3 4 5 كلمات متقطعين وخلاص. تمام. وممكن ندخل على الاعدادات، على حجم الخط، نكبر الخط، نصغر الخط براحتنا خالص. كل الخطوط في الساعه بتكبر زي ما انت شايف، الخطوط كبرت معانا كلها. بقى خليني بس اغير لك الشكل ده. بص اللغه العربي في الساعه عامله ازاي، بص ما شاء الله. طب نجيب الاشعار تاني كده، يا رب ما يكونش اتمسح. اتمسح، بس شفت الخط كبر معانا ازاي؟ عشان شفنا الاشعار اتمسح. شفت الخط كبر معايا ازاي؟ فلغه عربي وخط بسم الله ما شاء الله حاجه 10 على 10. بالنسبه للاشعارات اللي بتيجي، فعندك المكالمات، الرسائل، الواتساب، الاعمال، الواتساب العادي، الانستجرام، تويتر او اكس، تيك توك، الفيسبوك. تمام. بالاضافه الى ذلك اللي هي الحاجات التانيه يعني. لكن الماسنجر هو الوحيد اللي ما بيجيش. مش عارف ليه سيستم الويرفت برو ما بيدعمش يعني الاشعارات او الرسائل بتاعه الماسنجر. تمام. لكن هي بتجيب لك كل الاشعارات الثانيه عادي، مفيش اي مشكله. نيجي بقى صديقي للمكالمات. عندك هنا الهاتف، طبعا المكالمات الاخيره اللي احنا عملناها. تمام. بعد كده عندك دليل العناوين، تقدر تضيف هنا 100 اسم مفيش مشكله خالص، لكن اي حد بيرن عليك بيظهر الاسم بتاعه. وتقدر ترن على اي حد من هنا عادي خالص مفيش مشكله. تدعم المكالمات بشكل كويس جدا، تظهر اسم المتصل بشكل كويس جدا، طالما متسجل على الموبايل بيظهر معاك عادي. ولكن نيجي بقى للصوت، ونيجي هنا بقى ندردش شويه في موضوع الصوت ده. تعالى الاول اسمعك صوت السبيكر واسمع معايا الصوت كده. انت ممكن يعني تحس ان الصوت كويس عشان احنا في مكان مقفول. بص حبيت اقولها لك كده في نص الفيديو عشان تبقى فاهمني. ده العيب الوحيد في الساعه، العيب الوحيد. شوف انا بقول لك ايه، العيب الوحيد في الساعه الصوت بتاعها. الصوت بتاع السبيكر واطي. يعني انت لو جايب الساعه دي وهدفك الاساسي المكالمات وطول النهار مكالمات في الشارع بالذات، مش في الاماكن المقفوله. في الاماكن المقفوله مسموع، ولكن بره في الشارع لا، يعتبر مش هتسمع صوت. تمام. فايبريشن طبعا هيرن معاك، هتشوف الرنه كل حاجه تكنسل ترد، ولكن الصوت اللي بيكلمك واطي، صوت السبيكر واطي زي ما احنا سمعناه كده من شويه. تمام. لو هيفرق معاك قوي موضوع المكالمات، الساعه دي مش بتاعتك بكل صراحه. لو هيفرق معاك قوي الساعه دي مش بتاعتك. الحاجه الثانيه اللي عايز اقول لك عليها، اللي نسيت اقولها لك في الفيديو اصلا، البطاريه. بطاريه الساعه دي حلوه قوي، بطاريه محترمه، يومين 3 4 معاك مفيش مشكله لو استخدامك متوسط، شغاله معايا زي الفل. لكن طبعا لو مفعل الاولويز اون ديسبلاي يعني لا، انت مشغل الساعه دائم، الساعه شغاله دائم. فاهم قصدي؟ الاولويز اون ديسبلاي بيبقى لك يوم يوم ونص، ولكن في الطبيعي في الوضع الطبيعي تمام يومين 3 عادي مفيش اي مشكله خالص. نيجي بقى للحاجه اللي بعد كده وهي الذاكره الداخليه. الساعه فيها ذاكره داخليه بتقدر تشيل معاك مثلا شويه ملفات موسيقيه، اي ملفات صوتيه تقدر تضيفها على الساعه مفيش مشكله خالص. في عندك دي حاجات ممكن تمسحها وممكن تضيف غيرها. تمام. ودي بتتحكم في الموسيقى اللي على الموبايل. وعندك هنا نقدر نربط ايربودز، سماعه بلوتوث عادي خالص على الساعه، نبحث ونربط سماعه بلوتوث عشان تسمع الملفات الصوتيه اللي انت ضفتها على الساعه. دي حاجه من ضمن الحاجات المرتبطه ب ودي حاجه من ضمن الحاجات المرتبطه بالذاكره الداخليه. عندك بعد كده صور، زي ما انت شايف انا ضايف مثلا 6 صور، تقدر تضيف لحد تقريبا 10 صور على الساعه، وتقدر تخش تعمل الصوره خلفيه عادي من هنا كده، تعيين كواجهه للساعه مفيش مشكله خالص. برضه عرض الخلفيه او الصوره بكواليتي حلوه قوي. في ساعات بتبكسل الصوره، لا الساعه دي عرضها بشكل او بصوره محترمه جدا. بعد كده حاجه برضه اللي مرتبطه بالذاكره الداخليه، عندك كتب الكترونيه، تقدر تضيف كتب على الساعه بس مش بصيغه بي دي اف، مش بصيغه كده انا مش عارف. عندك مذكرات صوتيه اللي بتقدر من خلالها كده تضيف او تسجل صوت، يعني الصوت اللي انا بتكلمه دلوقتي ده بيتسجل على الساعه مفيش مشكله خالص. لو انا في محاضره اقدر اسجل لحد ساعه ساعه ونص عادي مفيش مشكله، وده بيتسجل على الذاكره الداخليه بتاعه الساعه، واقدر اوقف كده وقت التسجيل عندي اهو تسمعه مفيش مشكله خالص. مش عارف الصوت عالي دلوقتي ليه، يعني الصوت عالي في التسجيل مش عارف ليه. تمام. دي برضو من ضمن الحاجات المرتبطه بالذاكره الداخليه. وبتضيف طبعا الموسيقى والصور من هنا من البرنامج، من الموسيقى المحليه تقدر هنا تدوس اضافه موسيقى. وبالنسبه للصور عندك هنا كمان البومات الصور، تقدر تضيف من هنا اختيار صوره من المعرض من عندك. وبالنسبه للكتب الالكترونيه تقدر تضيف من هنا الكتب بالصيغه اللي انت او اللي هم بيحددها لك. عندك بقى مترجم هنا، تقدر تختار الساعه فيها مترجم من العربيه الانجليزيه للصينيه. الحاجات دي شغاله بس مش بشكل طبعا كويس زي الحاجات الغاليه يعني. وعندك كمان التقاط صوره اللي هي اللايف، خاصيه اللايف فوتو، مجرد ما تفتح الكاميرا بتاعت البرنامج
يفتح لك الكاميرا هنا اللي موجوده هنا في الساعه، تحمل معانا بس نفس اللي بيتعرض هنا بيتعرض معاك هنا. لو عايز تسيب الموبايل في مكان، بتصور نفسك بتعمل حاجه، مفيش مشكله خالص زي ما انت شايف. بص كده انا بحرك الموبايل في حته تانية خالص وتقدر تاخد صوره من هنا، تقلب الصوره الاماميه الخلفيه، مفيش مشكله خالص. ودول كانوا اهم 5-6 حاجات اللي بيميزوا الساعه جدا جدا، والحاجات الطبيعيه اللي كلنا بنحتاجها، واللي لازم نتاكد في اي ساعه ان هي شغاله بالشكل المظبوط او بطريقه سلسه وسهله. طيب ننتقل بعد كده لنقطه مهمه جدا. الساعه دي شغاله بسيستم الوير فيت برو. الوير فيت برو اللي كلنا عارفينه، مئات الساعات شغاله بسيستم الوير فيت برو المستقر جدا جدا جدا، اللي بيختلف من ساعه للتانيه. بصوا يا جماعه، الساعه بقى فيها كل الحاجات. عندك بقى اوضاع طبيه زي قياس ضربات القلب، عندك التمرينات الرياضيه كلها والاكتيفيتي، عندك وضع النوم بيقيس لك النوم، الاكسجين في الدم، في روبوت ذكاء اصطناعي تقدر تتكلم معاه تظبطه وتتكلم معاه زي شات جي بي تي كده. عندك متجر التطبيقات، سوق الطلب. سوق الطلب دي بتضيف حاجات على الساعه زي مثلا سمات او حاجه زي كده. سوق الالعاب، المترجم اللي بتقدر تترجم من صيني لانجليزي، من انجليزي لعربي، دوس اتصال كده تمام ونربط بالموبايل، قصه كده بنظبطها مع بعض. انشاء خلفيه بالذكاء الاصطناعي، السجل الرياضي، الكتب الالكترونيه، ضغط الدم، ضغط الهاتف، الطقس، المنبه تمام. عندك بقى التحكم في كل الحاجات دي شرحناها، التقويم، الاله الحاسبه، المؤقت، تصريف الميه، المساعد الصوت سيري او جيميناي او الحاجات دي، جهاز التحكم، تحكم في فيديوهات الشورت تمام. عندك بوصله، عندك قياس سكر الدم، عندك حرب الطائرات دي لعبه تمام. عندنا كمان الاعدادات اللي بنقدر نتحكم فيها في كل حاجه في الساعه تمام. شبكه اتصال دي يا جماعه فيها واي فاي، الساعه فيها واي فاي، تقدر من هنا كده تبحث، او جاري اتصال كده تبحث من الواي فاي بتاع الموبايل، تربطها بالواي فاي بتاع الموبايل، ده بيشغل لك سوق التطبيقات والحاجات دي تمام. دي ميزه انا جربتها ولكن ضايقتني شويه، اللي هي مش شغاله بكفاءه وبتقلل البطاريه، ولكن هي موجوده، تضيف واي فاي على الساعه نفسها. وبلوتوث لو عايز تبحث عن حاجه، عرض والسطوع طبعا، تتحكم في كل حاجه في الموضوع، الشاشه، سطوع، الايماءات، الحاجات دي، روبوت الذكاء الاصطناعي، ازرار التشغيل، كل دي حاجات بتتحكم فيها من الاعدادات. طيب سعر الساعه دي في السوق، الساعه دي مش هتلاقيها في السوق كتير، هي ساعه غاليه شويه، فمش كل الناس بتجيبها علشان الناس ما بتعرفش تكسب فيها تمام. مع ان سعرها كان بيوصل لاوقات ب 1750 وشفتها ب 1950 وشفتها ب 1850 في اماكن كتير جدا، ومن ضمنهم مواقع شهيره زي امازون ونون تمام. ولكن خليني النهارده اجيب لك عرض حلو. العرض الحلو ده ان هي بسعر 1590. 1590 ده سعر حلو جدا جدا. لو شلت ثمن الاستيراد المعدن اللي هو ب 250 و300 جنيه بقت زيها زي اي ساعه، مع ان الكواليتي بتاعتها محترمه قوي، حتى كواليتي الاستيرادات محترمه جدا. طبعا يا جماعه السعر ده هتلاقوه عند اتش ستور، الستور بتاعي. انا مش هخبي عليكم ولا جاي اعمل دعايه لحد تاني، انا ما بجيبش الحاجه وابيعها عندي في الستور من غير ما اجربها مره واثنين وثلاثه وعشرة. وهتلاقوني دايما مستقر على البراندات المشهوره زي هاينوتيك وزي التليزير زي هواوي، زي الحاجات اللي بتتباع والحاجات اللي لها ضمان. بضمنها لك طبعا عشان احنا بنستوردها، بضمنها لك 3 شهور ضد عيوب الصناعه تمام. وعايز اقول لك كمان ان تقدر تشتريها من خلال الموقع بتاعنا اللي هسيب لك اللينك بتاعه في وصف الفيديو او في التعليقات. تقدر تشتريها من خلال الواتساب لو انت ما بتعرفش تستخدم الموقع. رقم الواتساب او لينك الواتساب هتلاقوه في اول تعليق او في وصف الفيديو لو بتشوفونا على الفيسبوك او على اليوتيوب. وطبعا لو عندك اي تعليق، اي معلومه، اي كومنت، الساعه معاك وفي ميزه انا ما قلتهاش اكتبها، عيب قبل الميزه ظهر معاك اكتب في التعليقات، ده عادي وطبيعي خالص. الفيديو الهدف منه اصلا ان احنا نستفاد. اشوفكم فيديو جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وما تنساش تشترك في القناه.